بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب تانية إعدادي، بنكمل حل أسئلة كتاب الامتحان 2024 علوم الترم الأول. ما زلنا في الدرس الرابع من الوحدة الأولى درس الماء. وصلنا لأسئلة مستويات التفكير العليا على الدرس، وده كتاب الشرح صفحة 132. هنحل أسئلة مستويات التفكير العليا على درس الماء. سؤال 19، اختر الإجابة الصحيحة. 1. النسبة بين كثافة الماء عند 4 مئوية إلى كثافته عند 0 مئوية تكون أكبر من ولا أقل من ولا تساوي ولا الضعف الواحد الصحيح. عرفنا أن أقصى قيمة أو أكبر قيمة لكثافة الماء عند 4 مئوية. أقصى أو أكبر كثافة للماء عند 4 مئوية، إذا كثافة الماء عند 4 مئوية هي اللي أكبر. إلى كثافته عند 0، طبعا الماء عند درجة حرارة 0 ده ثلج، إذا هنا الماء تجمد. الماء تجمد فأصبح ثلج، وطبعا كثافة الثلج أقل من كثافة الماء. إذا أكبر إلى أقل، أكبر على أو إلى أقل، أكبر إلى أقل يعني أكبر من الاختيار رقم ألف. 2. كثافة الماء المتجمد أكبر من ولا تساوي ولا أقل من 1 جرام على السنتيمتر مكعب. الماء المتجمد ده الثلج، الماء المتجمد ده الثلج. الماء لما يتجمد بيتحول إلى ثلج، وعرفنا إن كثافة الثلج أقل من كثافة الماء. 1 صحيح جرام على السنتيمتر مكعب ده كثافة الماء، وطبعا الماء النقي. وكثافة الثلج أقل من كثافة الماء، علشان كده الثلج بيطفو فوق سطح الماء، لأن كثافته أقل من كثافة الماء اللي هي 1 صحيح جرام على السنتيمتر مكعب. هنختار أقل من رقم ج. 3. عند وضع 1 كيلو جرام من الماء درجة حرارته 4 مئوية في الفريزر ليتجمد، فإن كتلته تزداد ولا تقل ولا لا تتغير ولا تزداد ثم تقل؟ لا تتغير. الماء لما بيتجمد حجمه بيزيد، حجمه بيزيد يعني الحجم هو اللي بيتغير، أما كتلة الماء بتظل ثابتة لا تتغير. 4. حجم كتلة من الماء عند درجة حرارة 30 مئوية أكبر من ولا يساوي ولا أقل من حجم نفس الكتلة عند 1 مئوية. الماء لما بيتجمد حجمه بيزيد، ده من خواص الماء. يزداد حجمه عند التجمد، طبعا علشان يتجمد لازم يبرد أو درجة حرارته تقل، فعند 1 مئوية دي درجة حرارة أقل من 30، يعني هنا درجة الحرارة هتقل فالحجم هيزيد، لأن الماء يزيد حجمه عند التجمد. إذا عند 1 مئوية حجم الماء أكبر، عند 30 مئوية حجم الماء أقل، لأن الماء لما بيتجمد حجمه بيزيد. إذا أقل إلى أكبر، أقل إلى أكبر أو أقل على أكبر يعني أقل من، أقل من الاختيار رقم ج. كان مجموع حجمي الغازين المتصاعدين عند طرفي جهاز فولتمتر هوفمان 60 سنتيمتر مكعب، فإن حجم غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين على الترتيب 40 و20 ولا 20 و40 ولا 40 و20 ولا 30 و20. حجم غاز الهيدروجين ضعف حجم غاز الأكسجين، الهيدروجين ضعف الأكسجين، والاتنين على بعض مجموعهم 60. إذا 1 20 والتاني 40 علشان يكون مجموعهم 60. الضعف اللي هو 40 ده الهيدروجين H2، النصف اللي هو الأكسجين O2.
لأن حجم غاز الهيدروجين H2 المتصاعد بيكون ضعف غاز الأكسجين O2 المتصاعد، ده عند التحليل الكهربي للماء. إذا على الترتيب الهيدروجين 40 والأكسجين 20. الاختيار رقم ب. سؤال 20، علل حجم غاز الهيدروجين الناتج عند التحليل الكهربي للماء ضعف حجم غاز الأكسجين. الإجابة لأن جزيء الماء يتكون من ارتباط ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. الماء H2O، الماء صيغته H2O. الجزيء الواحد من المية فيه 3 ذرات، H2 ذرتين من الهيدروجين، O ذرة واحدة من الأكسجين، يعني عدد ذرات الهيدروجين 2 وعدد ذرات الأكسجين 1، ده في الجزيء الواحد. علشان كده عند التحليل الكهربي للماء حجم غاز الهيدروجين بيكون الضعف لأن دول ذرتين، وحجم غاز الأكسجين بيكون النصف لأن الأكسجين ذرة واحدة. الإجابة لأن جزيء الماء يتكون من ارتباط ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. سؤال 21 والأخير، ماذا يحدث لو 1 لم يكن بين جزيئات الماء روابط هيدروجينية؟ عرفنا في تركيب الماء إنه بيوجد بين كل جزيء مية والتاني روابط هيدروجينية. الروابط الهيدروجينية دي بتسبب شذوذ خواص الماء. شذوذ خواص الماء زي ايه؟ زي انخفاض زي ارتفاع درجتي غليانه وتجمده. الروابط الهيدروجينية بتخلي درجة غليان الماء مرتفعة 100 ودرجة التجمد برضو مرتفعة 0. بتخلي خاصية تانية، بتخلي الماء تنخفض كثافته عند التجمد، لأن الماء لما بيتجمد الروابط الهيدروجينية دي بتتجمع في صورة بلورات ثلج سداسية الحجم، فالماء حجمه بيزيد. فلما الماء حجمه بيزيد كثافته بتنخفض عند التجمد. ايه اللي هيحدث لو مفيش بين جزيئات الماء روابط هيدروجينية؟ العكس، عكس الخاصيتين دول. احنا قلنا الخاصية الأولى ارتفاع درجتي غليانه وتجمده، العكس تنخفض درجتي غليانه وتجمده. الخاصية التانية الماء تنخفض كثافته عند التجمد، فإذا العكس ترتفع كثافته عند التجمد. يعني هنعكس الخاصيتين بتوع الماء، هنعكسهم، بدل درجة الغليان والتجمد المرتفعة هتكون منخفضة، وبدل ان الماء تنخفض كثافته عند التجمد هنخليها ترتفع كثافته عند التجمد. اذا الإجابة 1 تنخفض درجتي غليانه وتجمده، 2 ترتفع كثافته عند التجمد. 2 تساوت كثافة الماء عند درجة حرارة -6 مئوية مع كثافته عند 5 مئوية في المناطق القطبية الباردة. في المناطق القطبية الباردة الماء بيتجمد، لما الماء بيتجمد بيتحول إلى ثلج، فكثافته بتقل فبيرتفع إلى أعلى، فبيكون الثلج أعلى والماء أسفل، بالتالي بيحافظ على الكائنات الحية اللي عايشة في الماء. هيحدث ايه لو كثافة الماء عند درجة حرارة -6 مئوية؟ طبعا الماء لما توصل درجة حرارته -6 مئوية ده ثلج، ده الثلج، لأن الثلج بيتجمد عند 0 مئوية وبالسالب، فالماء كثافته عند -6 مئوية ده ثلج، مع كثافته عند 5 مئوية ده الماء. اللي هيحدث ان الماء مش ان الثلج مش هيطفو فوق سطح الماء، لأن الماء لما بيتحول إلى ثلج كثافته بتقل فبيرتفع إلى أعلى، فبتكون طبقة
الثلج أو الجليد أعلى والماء أسفل، فبيحافظ على الكائنات الحية اللي عايشة في المية من التجمد. فلو كثافة الثلج أصبحت زي كثافة الماء، الثلج مش هيطفو فوق سطح الماء. طب هيحدث ايه لو الثلج او الجليد مش هيطفو فوق سطح الماء في المناطق القطبية الباردة؟ يعني الماء كله هيتجمد. الماء كله هيتجمد، ايه اللي هيحصل بالنسبة للكائنات الحية اللي عايشة في المية؟ طبعا الكائنات الحية اللي عايشة في المية هتموت، لأن الماء كله هيتجمد. إذا الإجابة تتجمد المياه. تتجمد المياه في هذه المناطق القطبية، ولما الماء بيتجمد تتجمد الكائنات الحية اللي عايشة في المية. وطبعا لما الكائنات الحية اللي عايشة في المية هتتجمد، ده بيؤدي إلى هلاك الكائنات الحية أو موت الكائنات الحية اللي عايشة في المية. إذا الإجابة تتجمد المياه، وبالتالي تتجمد الكائنات الحية اللي عايشة في المياه، مما يؤدي إلى هلاك هذه الكائنات الحية. الفيديو الجاي إن شاء الله هنروح لكراسة التدريبات نحل اختبار على الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.